أنا مها نادي. ولو سألتني إيه اللي خلاكي تختاري طريق الوعي وتطوير الذات، هقولك بكل بساطة: لأني كنت في يوم من الأيام كنت محتاجة الرسالة دي قبل أي حد تاني. مش كل حاجة في الحياة بتبدأ وإحنا مستعدين ليها. أوقات الحياة بتحطنا قدام حاجات ما كناش متوقعينها، وأوقات بتاخدنا في طرق ما اخترناهاش، وفي وسط الطريق بتبدأ تسأل: أنا ليه وصلت لهنا؟ أنا إيه اللي حصل لي؟ وهعمل إيه من هنا؟ ومع الوقت اكتشفت إن السؤال الأهم مش ليه حصل لي كده، السؤال الأهم كان إيه اللي ممكن أتعلمه من كل ده. ومن هنا بدأت رحلتي مع نفسي، رحلة مش يوم ولا شهر ولا سنة ولا 2، رحلة طويلة من البحث والتعلم والفهم. كنت بدور على إجابات حقيقية، إجابات تساعدني أفهم نفسي وأفهم مشاعري وأفهم الناس والعلاقات اللي حوالينا. وكل ما كنت بتعلم أكتر كنت بكتشف إن الإنسان أحيانا بيكون محتاج يرجع لنفسه قبل ما يحاول يصلح أي حاجة حواليه. محتاج يسمع نفسه، يفهم نفسه، يفهم مشاعره، يعرف قيمته، ويتعلم إن مش كل حاجة خسرها كانت خسارة، بالعكس، وإن مش كل باب اتقفل كان نهاية. وأحيانا الحاجة اللي احنا بنفتكر إنها كسرتنا بتكون هي نفسها الحاجة اللي بتخلينا نعيد بناء نفسنا من جديد بشكل أقوى. أنا مش جاية أقولك إن حياتي كانت صعبة، ولا جاية أقولك إن حياتي كانت سهلة، ومش هقولك إني وصلت للكمال. أنا إنسانة لسه بتعلم كل يوم، لكن وصلت لحاجة مهمة جدا: إن الإنسان ممكن يبدأ من جديد مهما كان اللي حصل، مهما كانت الظروف، مهما كان الوجع، ومهما كان الوقت اللي فات. تقدر تبدأ. ومن هنا بدأت رسالتي: ابدأ بنفسك. مش معناها إنك تلوم نفسك، ولا معناها إنك مسؤول عن كل حاجة حصلت لك. معناها إنك تستعيد نفسك من جديد، إنك ترجع تسمع صوتك، إنك تعرف أنت محتاج إيه، وتعرف إيه اللي يستحق يكمل معاك، وإيه اللي لازم تسيبه. إنك تتعلم تحب من غير ما تفقد نفسك، وتسامح من غير ما تسمح بتكرار الأذى، وتحط حدود من غير ما تحس بالذنب، وتبدأ تبني نفسك من جديد. حتى لو كنت فاكر إن الوقت فات، الوقت ما فاتش. طول ما أنت عايش وفيك نفس في بداية جديدة. وعشان كده أنا هنا هنتعلم عن العلاقات، وعن الحب، وعن التعلق، وعن الحياة الزوجية، وعن المشاعر، وعن الثقة بالنفس، وعن الوعي، وعن تطوير الذات. لكن قبل كل ده هنتكلم عن الإنسان اللي جوه كل واحد فينا. لأن أحيانا إحنا بنقضي عمر كامل بنحاول نفهم الناس، وننسى نفهم نفسنا، وبنحاول نغير كل حاجة حوالينا، وننسى إن البداية الحقيقية ممكن تكون مننا إحنا. أنا عايزة الصفحة دي تكون أكتر من مجرد محتوى، عايزاها تكون مساحة تفتكر فيها نفسك، مساحة تتعلم فيها، تفهم فيها، وتراجع نفسك وتبدأ. ولو انت وصلت للفيديو ده لأول مرة ومسيتك كلمة، أو حسيت إن الكلام ده شبه حاجة جواك، فأنا عايزاك تعرف إنك مش لوحدك. ومش لازم تكون عارف كل الإجابات دلوقتي، ولا لازم تكون قوي قوي طول الوقت، ولا لازم تبدأ بداية كبيرة قوي. ابدأ بخطوة واحدة، خطوة ناحية نفسك، وأنا هكون معاك في الرحلة دي. مش عشان أقولك إني عندي كل الإجابات، لكن عشان أشاركك اللي اتعلمته واللي ما زلت أتعلمه. نتعلم سوا، ونفهم سوا، ونكبر سوا. أنا مها نادي، صاحبة رسالة ابدأ بنفسك. ولو حابب تكون جزء من الرحلة دي، تابعني.
مش عشان مجرد فيديوهات، لكن عشان كل مرة نفتكر فيها نفسنا بنكون خدنا خطوة جديدة. يمكن انت النهاردة محتاج تبدأ من جديد، ابدأ بنفسك. يمكن محتاج تفهم نفسك، ابدأ. يمكن محتاج تستعيد ثقتك، ابدأ بنفسك. يمكن محتاج تسيب حاجة بتوجعك، ابدأ. مش لازم تستنى اللحظة المثالية، ابدأ من المكان اللي انت فيه وبالإمكانيات اللي عندك وبالخطوة اللي تقدر عليها دلوقتي. أنا مها نادي ودي رسالتي، ابدأ بنفسك وأهلا بيك في الرحلة سوا. سلام.